تخيل معايا تكون جالس ما ليك ما بيك وفجأة نجي عندك نقول لك عندك ساعة باش تخوي دارك، تخرج برا المدينة، تخلي كل شي موراك، دارك، خدمتك، المشاريع ديالك، وتقدر فاش ترجع ما تلقى والو من هادشي. هادشي بالضبط اللي طاري دابا في ولاية فلوريدا في امريكا. ولكن قبل ما نبداو بغيت نشكركم بزاف على الدعم ديالكم في الفيديو اللي فات. شكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم واللايكات، كانوا حافز كبير باش نوضوا نقد فيديو جديد. كنتمنى الا عجبك حتى هذا الفيديو دير لايك، ما تخسر والو الا درتيها. وبلا ما نطول عليكم اكثر من هكا ليتس جو نبداو في الفيديو. سبب واحد الاعصار اللي سميتو اعصار ميلتون، واحد من اقوى الاعاصير في التاريخ كما سمعتي. فراه بحال هذا الاعصار ما شفناش بحالو هذه 100 عام. وكيقولوا بعض الخبراء انهم من بعد ما شافوا الارصاد الجويه ما قدروش يتحكموا في دموعهم، حيت كانوا عارفين ان اللي غيوقع كارثه بمعنى الكلمه. He has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. التصنيف ديال الاعصار كان من الدرجه الخامسه. علاش قلت لكم انه من اقوى الاعاصير في التاريخ. سرعه الرياح وصلت 270 كيلومتر، راه بزاف، راه شي حاجه اللي بزاف. هاد السرعه ديال الرياح راه كافيه انها تقتلع اي حاجه في طريقها، وهادشي اللي كيبين لنا قدره وعظمه الله تعالى، وان الانسان كل ما عنده من التكنولوجيا كيبقى عاجز قدام قوه الله سبحانه وتعالى. قبل ما يبدا الاعصار الرئيس بايدن براسو عطى اوامر باخلاء المدينه اللي كان فيها اكثر من 3 مليون د بنادم. داكشي ولا بحال شي فيلم زومبي، بنادم شي كيسد دارو، شي هارب خارج المدينه، كلشي مزاحم في الطريق، الروينه والبلباله. كاينين اللي بقاو في المدينه ما سخاوش بالممتلكات ديالهم وقرروا انهم يواجهوا القدر. وراكم عارفين النتائج والخسائر ديال بحال هاد الظواهر الطبيعيه طبيعه الحال غتكون كارثيه. بزاف ديال المنازل دمرات، وخصوصا اللي كانت حدا البحر، فراه الماء قدر يطلع لأكثر من 3 ديال الامتار، والمدينه عمرات بالفيضانات، واكيد هناك ضحايا ولكن العدد ديالهم باقي مجهول. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو. عجبكم المحتوى كنتمنى ديروا لايك، تشتركوا في القناه. 90% اللي كيتفرجوا فما مشتركينش في القناه، كنتمنى تشتركوا الدراري في القناه راه. ولا كان عندك شي فكره الفيديو الجاي فبلا ما تردد حطها في تعليق. وكان معكم فلاش اب، تهلاو.